أهلا بيكم، يا رب تكونوا بخير. ده تاني فيديو في كورس صناعة المحتوى، وأول عنصر في صناعة المحتوى هو العنصر السمعي، والصوت في صناعة المحتوى مهم جدا. عشان كده هنعرف بالتفصيل ازاي نعمل تعليق صوتي أو تسجيل صوتي احترافي بأقل إمكانيات. في الفيديو ده هنتعلم ازاي نعمل تعليق صوتي ونحول الكتابة أو السكريبت لصوت احترافي بأي لغة انت عاوزها، وفي الفيديو الجاي هنعرف ازاي نسجل صوتنا ويكون الصوت احترافي. بس قبل ما نبدأ خلينا نعمل لايك وشير، ويلا بينا نبدأ. هنستخدم موقع 11 لابس، وهسيب لك رابط الموقع في الوصف. بعد ما نفتح الموقع هنضغط على جيت ستارتد فري عشان نسجل في الموقع. بعد كده هنضغط على ساين اب ويز جوجل ونسجل بالايميل بتاعنا. وبعدين هتضغط على اسم الموقع من هنا عشان يفتح لك الصفحة الرئيسية اللي هنشتغل عليها. وبكده انت سجلت في البرنامج. اول حاجة هتعملها هتختار الشخصية او الصوت ان كان ولد او بنت، وهتلاقي عندك شخصيات كتير بأصوات مختلفة. طبعا هتجرب وتختار الصوت اللي يعجبك. بعد كده voice setting دي هسيبها زي ما هي. بعد كده هتكتب الكلام او السكريبت بتاعك هنا، وبعدين تضغط generate. بدأ دعوته سرا في مكة المكرمة، ثم أعلنها بعد سنوات، فاشتد الأذى وعداوة كفار قريش بأصحابه، خاصة أن أكثرهم من العامة الضعفاء، فأمره الله بالهجرة إلى المدينة لتكون انطلاقة لنشر الدين الإسلامي للعالم أجمع والفتوحات الإسلامية في عهد النبي والخلفاء الراشدين. ثم زي ما انت سامع الصوت واقعي جدا. وخلينا نختار شخصية تانية ونجرب. بس هنا جايب لي رسالة وبيقول لي اختار فيرجن 1 من البرنامج هيديك أداء أفضل، فهضغط هنا واختار فيرجن 1. وبعدين هضغط هنا واختار الشخصية، واضغط جنريت. بدأ دعوته سرا في مكة المكرمة، ثم أعلنها بعد سنوات، فاشتد الأذى وعداوة كفار قريش بأصحابه، خاصة أن أكثرهم من العامة الضعفاء، فأمره الله بالهجرة إلى المدينة لتكون انطلاقة لنشر الدين الإسلامي للعالم أجمع والفتوحات الإسلامية في عهد النبي والخلفاء الراشدين. ثم استكملت المسيرة حتى يومنا هذا، وحتى الآن يدخل الكثير من الناس الإسلام لسماحته وعدالته. زي ما انت شايف النتيجة جميلة جدا. بعد كده تعالوا نجرب ونكتب حاجة تانية، وبعدين نضغط جنريت. صناعة المحتوى هي عملية إنشاء محتوى جديد، سواء كان نصيا أو مرئيا أو سمعيا، وهي عملية إبداعية تتطلب مجموعة من المهارات والخبرات، منها مهارات الكتابة والتحرير. هي أهم المهارات المطلوبة في صناعة المحتوى، حيث يجب أن يكون صانع المحتوى قادرا على كتابة محتوى واضحا وغنيا بالمعلومات، خاليا من الأخطاء اللغوية والإملائية. وتعالوا نغير الصوت لصوت بنت. صناعة المحتوى هي عملية إنشاء محتوى جديد، سواء كان نصيا أو مرئيا أو سمعيا، وهي عملية إبداعية تتطلب مجموعة من المهارات والخبرات، منها مهارات الكتابة والتحرير. هي أهم المهارات المطلوبة في صناعة المحتوى، حيث يجب أن يكون صانع المحتوى قادرا على كتابة محتوى واضحا وغنيا بالمعلومات، خاليا من الأخطاء اللغوية والإملائية. زي ما انت شايف النتيجة عظيمة. طيب في ناس عاوزة تعمل محتوى باللغة الإنجليزية، فتعالوا نجرب التعليق الصوتي باللغة الإنجليزية. كل اللي عليك هتكتب الكلام بالإنجليزي وهتضغط جنريت. The nuclear power industry is contained because the production of nuclear fuel and the operation of nuclear power plants requires strict safety measures to prevent radiation leaks. Chemical industry. The chemical industry is contained because the production of chemicals can be hazardous.
and the chemicals themselves can be harmful to human health and the environment. وزي ما انت شايف النتيجة عظيمة والصوت واقعي جدا. طب انا لو عاوز انزل الصوت بعد ما خلصت بكل سهولة هتضغط على السهم ده وهيتحمل معاك. استنوا الفيديو الجاي هيكون عن التسجيل الصوتي. ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة وبس كده، في امان الله.